لو جبنا بقى حلة على النار وحطينا عليها بطاطس مقطعة مكعبات، وحطينا عليها مية عادية مش سخنة، ونزلنا كمان عليها بحبة من الملح، ونسيب البطاطس بتاعتنا تتسلق كويس. هنا بعد ما اتسلقت هبتدي ان انا اهرسها. انا هنا جبت الهراسة بتاعت البطاطس، وهبتدي ان انا اهرس بيها البطاطس. لو دي مش متوفرة عندنا ممكن نعملها بالشوكة، والاحسن كمان لو احنا عندنا مصفى تكون الفتحات بتاعتها ضيقة، ونبتدي ان احنا نعملها بالمعلقة في المصفى. اهم حاجة عندي البطاطس تبقى مهروسة حلو. هحط عليها فلفل اسود، توم بودرة، بابريكا. دي التوابل اللي انا هحطها على البطاطس. كمان هحط معلقة ممسوحة من النشا، وابتدي بقى ان انا اقلب كويس بحيث ان انا ادخل كل الحاجات في البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بعد كده جبت صاج ودهنته، اهم حاجة هدهنه دهنة محترمة من الزيت. هدهنه كويس جدا. وبعد كده هجيب بقى البطاطس بتاعتي وابتدي ان انا اكورها كور صغيرة بحجم الليمونة. كور تكون صغيرة بس، وهبتدي ان انا ابعد كل كورة عن التانية، يعني هسيب مسافة كده زي ما انتوا شايفين. هوريكم دلوقتي شكلها عامل ازاي. هكمل بقى ايه الصاج كله بنفس الشكل. الكمية اللي انا عاملاهم، انا عملت بطاطستين اخدت معايا صينيتين بالظبط. جبت بقى حتة من ورقة الزبدة، وجبت اي طبق يكون القعر بتاعه عريض، وهبتدي اضغط زي ما انتوا شايفين كده. هحط ورقة الزبدة وابتدي اضغط على البطاطس عشان ارققها خالص تبقى شريحة كده رفيعة. هخلص بقى كده انا ايه كل الكمية بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها، خلصت الصينيتين، وشغالة الفرن على درجة حرارة عالية. وبحط البطاطس بتاعتي بالظبط تلت ساعة. هي بتاخد تلت ساعة وبتبقى محمرة معايا وحلوة، مش محتاجة ان انا افتح عليها الشواية. لكن اذا حسيتي ان هي طرية ممكن ان انتي تفتحي عليها الشواية شوية. هنا بقى كانت خلاص خرجت من الفرن. اهو ادي الصاج الاولاني والتاني. هنا ده التاني. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. حلوة جدا البطاطس دي، حلوة جدا لان هي صحية، وتنفع جدا للاطفال لان انتي ضمناها انتي عاملاها في البيت. بصوا هنا بقى كنت بوريكم ازاي هي مقرمشة وعاملة زي الشيبسي بتاع بره بالظبط، مش هتفرقيها عن بتاعت بره. بل بالعكس دي احسن لان هي صحية ومن غير زيت. يعني حاجة نظيفة نقدمها لولادنا، وبأقل تكلفة. يعني باتنين بطاطس بس تقدري تعملي الكمية دي كلها. بصوا هنا بقى كنت بقدمها. وكمان ممكن تجيبي بقى اي طعم انت بتحبيه من اي عند العطار، وتبتدي ان انت ترشيه عليه كأنها زي بتاعت بره بالظبط. اتمنى بقى ان الوصفة تكون عجبتكم. لايك وشير للفيديو، واستنوني في وصفات تاني، وباي باي.